السلام عليكم، ازيكم يا شباب؟ لسه مكملين في سلسلة اي كوميرس شوبنج كارت وده الجزء السابع. وقفنا في الفيديو اللي فات عند فكرة الاوردر سمري، ودي بكل بساطة عبارة عن كونتينر كان بيجمع لك فيه كل تفاصيل الاوردر، وكان فيها ثلاث نقط. اول نقطة السب توتال، ودي مجموع اسعار المنتجات الموجودة في شوبنج كارت. تاني نقطة هي الديسكاونت، ودي بكل بساطة فيها نوعين. اول نوع الخصم نسبة مئوية اللي هو البرسنتج ديسكاونت. تاني نوع هو الخصم مبلغ ثابت اللي هو الفيكسد ديسكاونت. وخصم بتاع النسبة المئوية قلت لك ان عشان خاطر تجيبه لازم الاول تحوله للفيكسد ديسكاونت اعتمادا على السب توتال. بتجيب السب توتال بتضربه في الفيكسد ديسكاونت عشان خاطر قصدي في الخصم بتاع النسبة المئوية عشان خاطر يحوله لك لفيكسد ديسكاونت. تالت نقطة هي التوتال، ودي بكل بساطة هي مجموع العمليات اللي موجودة في الاوردر سمري ما عدا عملية واحدة اللي هي بتاعة الديسكاونت. يعني الاول بتجمع كل العمليات اللي موجودة في الاوردر سمري بيطلع لك ناتج. الناتج اللي بيطلع ده بتخصم منه قيمة الديسكاونت. خلاص كده؟ طيب جميل جدا. احنا بقى عايزين في الفيديو ده عايزين ان احنا نتكلم على فكرة جديدة من الافكار اللي موجودة في الاي كوميرس شوبنج كارت، اللي هو الديتيلز برودكت، يعني تفاصيل المنتج. ايه هي الديتيلز برودكت؟ هي عبارة عن صفحة HTML زي اي صفحة HTML انت حضرتك بتشوفها، بيتعرض فيها شوية معلومات. المعلومات دي بتكون معلومات كاملة عن المنتج المعين. وكأنما مثلا انت رحت سوبر ماركت، لقيت ان في منتجات كتير بانواع مختلفة، وفي نفس الوقت المنتجات دي بتكون شبه بعض. انت مثلا عايز تختار منتج معين من حيث المعلومات اللي انت هتاخدها من المنتج ده. طب هتعرف منين؟ انت بتلاقي في ظهر كل منتج في عندك معلومات كاملة عن المنتج ده. فبالتالي انت من خلال المعلومات اللي موجودة في ظهر المنتج انت هتحدد اني منتج احسن من التاني. فهي دي بكل بساطة الديتيلز برودكت. هي عبارة عن صفحة أو جزء اللي بيعرض فيه كل المعلومات الكاملة عن منتج معين. علشان إيه؟ علشان خاطر المستخدم يقدر يعرف عنه كل حاجة قبل إيه؟ قبل ما يشتريه. فهو ده بكل بساطة الديتيلز برودكت. هي عبارة عن صفحة HTML واحدة بيكون فيها المعلومات الكاملة بتاعت إيه؟ بتاعت البرودكت ده. طب جميل. طيب ايه الفايدة في ان انا يكون عندي صفحة الديتيلز برودكت في اي مشروع اي كوميرس شوبنج كارت؟ والله ببساطة انت مثلا لو عندك منتجين، المنتجين دول موجودين في الموقع بتاعك، المنتجين دول متشابهين بس في نفس الوقت خصائص كل واحد مختلفة عن التاني، وانت عايز تخلي اليوزر يشتري اي واحد فيهم، او بمعنى اصح يشوف اني الاحسن. طيب هيشوف اني الاحسن من خلال ايه؟ من خلال ان انا المفروض احط له صفحة يكون فيها معلومات كاملة عن المنتج ده، يكون فيها الخصائص الكاملة عن المنتج المعين عشان خاطر يقدر ان هو يشوف المناسب ليه من خلال المعلومات دي. طب هعملها ازاي؟ عن طريق يا باشا الديتيلز برودكت. ما هي الديتيلز برودكت اصلا في الاساس هي بتكون عبارة عن صفحة HTML. الصفحة دي بيتعرض فيها المعلومات الكاملة بتاعة البرودكت ده. فانت هتحط له كل المعلومات والخصائص الخاصة بالمنتج ده عشان خاطر يبدأ ان هو يفرق ما بين المنتج ده والمنتج ده من خلال الخصائص اللي موجودة في كل منتج. خلاص كده؟ طب دلوقتي عايزين نفهم ازاي هننفذ فكرة الديتيلز برودكت في مشروع الاي كوميرس. قبل ما نستخدم الجافا سكريبت كنا بنعمل الكلام ده ازاي بال HTML؟ قال لك بكل بساطة انت بيكون عندك برودكت، البرودكت ده بيكون جواه تكست. لما اليوزر يبدأ ان هو يدوس على التكست ده يبدأ ان هو يوديه لصفحة، الصفحة دي هي اسمها الديتيلز برودكت. وصفحة الديتيلز برودكت بيكون جواها كونتنت. الكونتنت ده بيكون خاص بالبرودكت ان هو ده المعلومات الكاملة بتاعت البرودكت المعين. لان انا قلت لك ان صفحة الديتيلز برودكت هي عبارة عن صفحة بيتعرض جواها المعلومات الكاملة بتاعت البرودكت. طب جميل جدا. فين المشكلة؟ المشكلة هنا لو عندك اكتر من برودكت. هنا برودكت واحد بس فيبان ان الموضوع معاك سهل. هنا لو عندك اكتر من برودكت في المشروع وحبيت ان انت تنفذ فكرة الديتيلز برودكت على كل برودكت عندك، فانت مضطر ان انت تعمل ايه؟ هتعمل اكتر من فايل ديتيلز برودكت، وهيكون جواه كل الكونتنت مختلف عن التاني. يعني انت بايدك هتخش على فايل هتغير الكونتنت اللي موجود جوه. ليه؟ لان انت عايز تظهر المعلومات الخاصه بتاعت البرودكت ده، هتظهر المعلومات الخاصه بتاعت البرودكت التاني، فانت محتاج ان انت تغير الكونتنت في كل مره. طيب هل ده الشغل الصح اللي موجود اصلا في مشاريع الاي كوميرس شوبنج كارت؟ لا. امال ايه بقى اللي موجود؟ اللي موجود ان في ديناميكيه في الموضوع، ان الجافا سكريبت جات لك بحل، قالت لك بكل بساطه انا هيكون عندي فايل واحد بس ديتيلز برودكت، هو فايل واحد بس. طيب ماشي، بعدين
بعدين هيبدأ إن هو الcontent اللي جوّه الفايل ده هيتغيّر ديناميكيًا مع كل دوسة أنت بتغيّرها في كل product، حسب بقى أنت هتدوس على product إيه. يعني أنا دوست على الvanilla ice cream، هيبدأ إن هو يودّيك على صفحة الdetails product ويغيّر الcontent ده dynamic، وهيجيب لك المعلومات الكاملة بتاعة الvanilla ice cream. طب دوست على product تاني مثلًا بتاع الchicken، هيوديك على صفحة details product على نفس هو الصفحة، نفس الفايل، ما أنا ما عملتش فايل تاني، لأ هو فايل واحد بس في كل مرة باغيّر لك الcontent اللي جوّه، كده أصبح الشغل بتاعك ديناميكي، كده في ديناميكية في المشروع بتاعك. طيب هنعمل الكلام ده إزاي؟ عن طريق حاجة اسمها الquery params. إزاي هنستخدم الquery params في تنفيذ فكرة الdetails product؟ زي ما أنا ما قُلت لك إن أنت بيكون عندك product بيكون جواه text، الtext ده لمّا أنت بتدوس عليه بيبدأ إن هو يوديك لصفحة الdetails product، ودي بتكون صفحة واحدة بس بيتعرض فيها الcontent، واللي بيكون فيها المعلومات الكاملة بتاعة كل product عندي. أنا عايز الcontent ده يكون dynamic، يعني يتغيّر تلقائي، كل أمّا أدوس على text معيّن من product معيّن يبدأ إن هو يجيب لي المعلومات الكاملة بتاعة الproduct ده. قال لك في حل، إيه الحل؟ قال لك وأنا بادوس على الtext بتاع كل product هابدأ إن أنا أبعت له الID بتاع كل product في link صفحة الdetails product بس في صورة query params. طب معلش هو يعني إيه أصلًا query params؟ هاتكلم عليها بس استنى عليها شوية. طب أنا عايز أسأل سؤال، هو ليه أصلًا هابعت الID بتاع كل product؟ بُص يا سيدي، أنت عايز تعمل الcontent يكون dynamic صح؟ فعشان خاطر يبقى dynamic فأنا لازم أعرف أنا دوست على أنهي text من أنهي product، عشان خاطر أعرف أنا دوست على أنهي text من أنهي product ويعرض لي المعلومات الكاملة بتاعة الproduct ده، فأنا لازم أقول له إن الID ده بتاع أنهي product. فأنا هاعرض له الID هنا في لينك صفحة الdetails، من خلال الID ده هابدأ إن أنا أجيب البيانات الكاملة أو المعلومات الكاملة بتاعة الproduct ده، عن طريق إيه؟ عن طريق يا باشا الID. هيكون عندي array هابحث من جواها على الobject اللي بيحتوي على الID اللي هو موجود فين؟ في لينك صفحة الdetails. فهو ده بكل بساطة اللي إحنا هنعمله. طيب أول حاجة عايزك تعرف الأول هو اللينك بتاع صفحة الdetails ده بيتقسم لإيه؟ بيتقسم عندي ل3 حاجات. أول حاجة هي الpass URL وده اللي هو الجزء الثابت اللي ما بيتغيرش معاك. يعني إيه جزء ثابت؟ يعني أنت لو اتنقلت من صفحة لصفحة هتلاقي إن ده الجزء الثابت اللي ما بيتغيرش معاك. طيب إيه الجزء اللي بيتغير معاك؟ الجزء اللي بيتغير معاك هو الend point. الend point دي الصفحة اللي أنت فاتحها حاليًا. يعني أنت كنت في صفحة الhome بقيت في صفحة الproduct details، فبيعرض لك هنا في الend point هي صفحة الdetails اللي أنت أصلًا فاتحها أو اللي أنت فيها. خلاص كده؟ طيب بعد كده تالت حاجة هي الquery params. إيه بقى الquery params؟ الquery params هي القيم اللي بتيجي في رابط الصفحة. يعني إيه القيم اللي بتيجي في رابط الصفحة؟ فاكر لما أنا قلت لك إن الID بتاع كل product هابعته في لينك صفحة الdetails بس في صورة query params، هي دي بقى القيمة. قصده على القيم اللي أنت بتبعتها. أنت هتبعت إيه؟ هتبعت يا باشا الID، فالID ده هو القيم اللي أنا بابعتها في رابط صفحة الdetails. بعد علامة الاستفهام، يعني أنت لو لقيت علامة الاستفهام في لينك صفحة الdetails وبعديها كلام اعرف الكلام اللي بعديها ده هو حاجة اسمها الquery params. طب جميل، طب بتبقى على شكل إيه؟ قال لك بتبقى على شكل key بتساوي value، هو ده الشكل بتاع الquery params، أدي الkey بتساوي أدي الvalue. ولو في أكتر من query params بتفصل بعلامة الand، يعني تقدر إن أنت تبعت أكتر من query params مش query params واحدة بس. طب جميل، أنا بعد ما يا باشا ما بعت الID بتاع كل product في لينك صفحة الdetails product في صورة query params، عايز بقى أبدأ إن أنا أعرض البيانات الكاملة بتاعة الproduct في صفحة الdetails product. هاعمل الكلام ده إزاي؟ قال لك الأول بعد ما بتبعت الID بتاع كل product في لينك صفحة الdetails، الأول بتجيب قيمة الID أو الquery params اللي موجودة في لينك الصفحة بتاعة الdetails. هتجيبها إزاي؟ عن طريق ميثود اسمها الURL search params. URL search params دي ميثود موجودة في الجافا سكريبت بتقبل منك اللينك بتاع الصفحة عشان خاطر ترجع لك منه كل البرامس اللي موجودة في لينك صفحة الديتيلز. طيب جميل، أنا بقى عايز بعد ما باجيب كل الquery params، أنا عندي هنا في اللينك عندي 3 query params، آدي الID وآدي الcolor وآدي الsize.
عايز بقى أجيب قيمة كل واحد فيهم، هاجيبها إزاي؟ عن طريق method اسمها الget، بتاخد منك الkey وبترجّع لك الvalue بتاعة الkey اللي هي بتاعة الquery params. طب جميل، أنا جِبت قيمة الID اللي هو إيه، اللي هو هنا في الproduct ID اللي هو اللي أنا باعته هنا، أو الID بتاع الproduct ده هو أصلًا 12، أنا جِبت الID اللي هو 12. عايز بقى أجيب البيانات الكاملة بتاعة الproduct اللي هو الID بتاعه 12، هاعمل إيه؟ قال لك بيكون عندك array، الarray دي اللي هي أصلًا بتاعة كل الproducts عندك، أو الdata بتاعة الproducts عندك، دي بتكون عبارة عن array، بتبدأ إن أنت تبحث من جواها على الobject اللي الID بتاعه بيساوي إيه؟ بيساوي 12. طيب هتستخدم إيه؟ هاستخدم يا باشا الmethod اللي اسمها find، لإن هي بتبحث من جوه الarray على حاجة معينة. فأول ما بالاقي الobject اللي الID بتاعه 12، فبيبدأ إن هو يرجّعه لي ويعرضه لي هنا في الcontent. وفي كل مرّة هابدأ إن أنا أدوس على text مثلًا معيّن من product مختلف، يبدأ إن هو يغيّر لي في الcontent اللي موجود جوّه صفحة الdetails product، ويعرض لي المعلومات الكاملة بتاعة الproduct ده. طب هيعرضها لي إزاي؟ عن طريق الID اللي أنا باعته هنا في link صفحة الdetails product، بس في صورة query params. بتاخد قيمة الID وبعد كده بتجيب الarray وبتبحث من جواها على الobject اللي الID بتاعه إيه، مثلًا رقم معيّن. فبيرجّع لك الobject اللي بيكون فيه المعلومات الكاملة بتاعة الproduct ده. فهو ده بكل بساطة إزاي هاستخدم الquery params في تنفيذ فكرة الdetails product. خلّينا نطبّق عملي على فكرة الdetails product. زي ما أنا ما قُلت لك إن أنت بتلاقي product بيكون جوّاه text، الtext ده لمّا أنت بتدوس عليه بيبدأ إن هو يوديك لصفحة الdetails product، وهو بيوديك لصفحة الdetails product بتبعت معاه الID بتاع كل product عندي. بابعته فين؟ بابعته في link صفحة الdetails product بس في صورة query params. أنا بقى عايز أعمل الحتّة دي، عايز أبعت الID بتاع كل product في link صفحة الdetails product. أعمل الكلام ده إزاي؟ هاجيب الfile اللي هو اسمه fetch dishes. الفايل اللي اسمه fetch dishes جواه function، الfunction دي اسمها handle data dishes. الfunction دي بتهندل إيه؟ بتهندل كل الداتا بتاعتي فين؟ في صفحة الhome page اللي هي بتتعرض هنا كده. طيب جميل، عايز بقى إن أنا أجيب الtext ده وأغيّر الtext ده وأخلّيه يبدأ إن أنا لمّا أدوس عليه يبدأ إن هو يوديني لصفحة الdetails product. أعمل الكلام ده إزاي؟ قال لك في حاجة اسمها في الHTML اسمها href. إيه بقى الhref دي؟ الhref اللي هي بتبدأ إن هي تغيّر لك link الصفحة، لمّا بتدوس على الحاجة تبدأ إن هي تغيّر لك في link الصفحة. طيب الattribute اللي اسمه href، الattribute ده بيقبل منك الURL اللي أنت عايز تروح عليه. طيب إيه الURL اللي أنا عايز أروح عليه؟ هو الdetails، صفحة الproduct details. خلّينا كده ناخد link الصفحة آدي product details.html بالشكل ده. طيب أنا كده لمّا بادوس على الgreen salad بالشكل ده هيوديني فين؟ هيوديني لصفحة الproduct details. طب جميل، أنا عايز بقى أبعت الID بتاع كل product عندي، هابعته إزاي؟ قال لك ابعته في صورة query params. هابعته إزاي برضه في صورة query params؟ هي الquery params أصلًا كانت بتتكتب إزاي؟ أول حاجة قال لك إن أنت بتحط علامة الاستفهام، تمام، وأي علامة أي علامة استفهام موجودة في أي link وبعديها كلام، اعرف اللي بعديها كلام هي query params. طب الquery params بيكون شكلها إيه؟ شكلها كده key وvalue، آدي الkey بتساوي value. أنا كده عملت إيه؟ أنا كده كتبت الquery params. أنا بقى عايز أخلّي الkey ده هو الproduct ID بالشكل ده، والvalue هي الID بتاع كل product عندي. طب هاجيبه منين؟ هتجيبه يا باشا من الID اللي هو موجود هنا ده، اللي هو أصلًا بتاع كل product عندي. طب جميل، تعالَ كده ندوس على الجريد سَلَط تاني. إيه اللي حصل؟ هتلاقي إن هو فعلًا بعت لي آدي الquery params الproduct ID قيمته كام؟ قيمته 1. طب جميل جدًا. بعد كده، بعد يا باشا ما بعتّ الID في link صفحة الdetails product، محتاج بقى إن أنا هابدأ إن أنا أجيب القيمة بتاعة الquery params دي، وأبدأ إن أنا من خلالها أجيب البيانات الخاصة بكل product عندي. فخلّينا هنا نعمل file، الfile ده اسمه product details، والfile ده هيكون file رئيسي، يعني هيكون فيه كل الدوال اللي أنا باحتاجها في صفحة الdetails product.
فانا هحطها هنا في الفايل الرئيسي عشان خاطر هبدا ان انا اعمل للفايل ده سكريبت فين في صفحه البرودكت ديتيلز. خلينا هنا نقول له ادي التايب موديول، خلينا نغير الدايركشن، ادي src وادي الجي اس، ومن الجي اس اختار لي الفايل اللي هو اسمه برودكت ديتيلز. طيب بعد كده هعمل فايل تاني، الفايل ده اسمه handle product details.js. الفايل ده مسؤول ان هو بيعرض لك كل الداتا، المعلومات الكامله قصدي بتاعه كل البرودكتس عندك. تمام. طيب جميل. في صفحه طبعا الديتيلز برودكت، في الفايل ده عايز ابدا ان انا اجيب القيمه بتاعه الاي دي اللي موجوده في لينك صفحه الديتيلز برودكت في صوره كويري بارامز. هعمل الكلام ده ازاي؟ هعمل هنا فانكشن اسمها get product details، والفانكشن دي ببدا ان انا هعمل متغير بارامز بالشكل ده بتساوي. هنا انا محتاج ان انا اجيب كل الكويري بارامز اللي موجوده في لينك صفحه الايه الديتيلز برودكت. هعمل الكلام ده ازاي؟ بستخدم ميثود اسمها URL search params. URL search params بتبحث من جوه اللينك اللي انا هبصلها هنا على ايه؟ على كل الكويري بارامز اللي موجوده وبترجعها لك. طيب انا عايز ابصيله هنا من جوه الميثود اللي اسمها URL search params، عايز ابصيله اللينك بتاع صفحه الديتيلز. هبصيها له ازاي؟ بقول له هنا الويندو، ويندو دي اللي هي الويندو اللي انا فاتحها حاليا، دوت لوكيشن، اللوكيشن الحالي اللي انا فيه، اسف، اللوكيشن ادي صفحه الويندو. اللوكيشن ايه بقى؟ اللوكيشن اللي انت فاتحه هو صفحه الديتيلز دوت سيرش. يعني ايه بقى دوت سيرش؟ دوت سيرش يعني هيجيب لي قيمه السيرش اللي هو ده، هيجيب لي اللينك نفسه. خلاص كده. طيب جميل. بعد كده بعد ما جبت البرامس، محتاج بقى ان انا اجيب البرودكت اي دي، قيمه البرودكت اي دي. فبقول له هنا ادي البرامس دوت، انا لو عايز اجيب قيمه كويري بارامز بقول له ايه؟ بقول له دوت جيت بالشكل ده، وببصيله الاي دي نفسه، القيمه الكي اللي هو بتاع الكويري بارامز اللي هو ده، اللي هو البرودكت اي دي بالشكل ده. هنا المفروض يرجع لي ايه؟ يرجع لي الاي دي نفسه. طيب عشان خاطر نتاكد خلينا كده نقول له لوج برودكت اي دي، وخلينا الفانكشن دي هبدا ان انا اعمل لها اكسبورت هنا كده بالشكل ده، وببدا ان انا هعمل لها امبورت في صفحه البرودكت ديتيلز مؤقتا طبعا بالشكل ده، ادي دوت جي اس بالشكل ده. طيب خلينا كده نشوف الكلام ده، ادي الكونسول المفروض تمام. خلينا نعمل open live server من جديد، open with live server. تمام. ادي البرودكت ديتيلز، انا كده فاتح صفحه البرودكت ديتيلز. المفروض بقى ان انا ايه؟ بدوس على تكست جريد سالت، المفروض ان هو يطبع لي هنا فعلا جاب لي قيمه الاي دي، البرودكت اي دي اللي انا بعته هنا ككويري برامز، جابه لي. المفروض هنا يتحول كسترينج. طب احول قصدي يتحول كنمبر، هنا سترينج احوله كنمبر. طب احوله كنمبر ازاي؟ بستخدم حاجه اسمها اليونري اوبريتور اللي هي علامه الزائد دي. طيب جميل قوي. بعد كده انا محتاج ان انا هجيب ايه؟ عايز ابحث من جوه الاري اللي انا هبدا بقى ان انا عايز اعرض. انا هو جبت قيمه الاي دي منين؟ من اللينك بتاع صفحه الديتيلز. حلو. محتاج بقى ان انا اجيب البيانات الخاصه ب قيمه البرودكت ده. عايز اجيب البيانات الخاصه بتاعت كل برودكت واعرضها عندي هنا فين؟ في صفحه الديتيلز برودكت. عشان اعمل كده محتاج ان الاول ان انا اجيب كل الداتا بتاعت كل البرودكتس عندي. هنا اقول له فانكشن اسمها fetch data products
بالشكل ده. ومحتاج ان انا هاجي هنا في صفحه الفيتش ديشز، بدل ما اكتب الكود تاني هاخد نفس الكود ده كده كوبي، كنترول في، وهنا هخليها الفانكشن دي async، لان انا بستخدم الاويت والاسync في ان انا بجيب الداتا اللي موجوده فين، بتاعه كل برودكت اللي موجوده فين في الجيسون باين. طيب بعد كده انا محتاج ان انا اباصي هنا في الفانكشن دي، هاكلها فين؟ هاكلها هنا بالشكل ده. ليه؟ لان انا محتاج الاري اللي هي موجود فيها كل البرودكتس، لان انا هفايند من جوه الاري دي على البرودكت اللي هو بيساوي البرودكت اي دي. طيب جميل. هنا هقول له ادي البرودكتس بتاعتك بالشكل ده، وهنا الفانكشن دي طبعا هي اللي انا هعمل لها ايه، هعمل لها اكسبورت. طيب انا محتاج بقى ان انا افايند، هقول له هنا ايه، هقول له let product بتساوي، هات لي الاري بتاعتك كلها دوت فايند. هتفايند ايه؟ هفايند من جواها على برودكت معين حسب كونديشن معين انا هبصيه. هقول له هنا خليها ELE بالشكل ده، هات لي البرودكت اللي الاي دي بتاعه بيساوي هو نفس البرودكت اي دي. فهيعمل ايه؟ هيرجع لي يا باشا البرودكت اللي هو الاي دي بتاعه كام؟ الاي دي بتاعه 1. طب تعالى كده نتأكد، خلينا هنا كده نعمل اكسبورت للفانكشن دي بالشكل ده، بالشكل ده. تعالى كده نشوف ونتأكد ايه اللي حصل. فعلا رجع لي الاوبجكت اللي الاي دي بتاعه ايه 1. جميل، حلو قوي. بعد كده محتاج بقى ان انا اهندل البرودكت ده، محتاج ان انا اهندل الداتا اللي جواه فين، في صفحه الديتيلز برودكت. فهعمل اف كونديشن في حاله ان هو رجع لي البرودكت بالشكل ده. هبدا ان انا اكول هنا فانكشن، الفانكشن دي هبدا ان انا اكريتها اسمها handle product details، والفانكشن دي مسؤوله ان هي بتهندل البرودكت اللي راجع ده فين، في صفحه الديتيلز برودكت. فهنا الفانكشن دي هبدا ان انا اكلها هنا كده بالشكل ده، هبعت لها هنا البرودكت بالشكل ده. طيب وهنا الفانكشن دي مستنيه مني قيمه البروبابيلتي اللي انا لسه باعتها هنا كارجيومنت، وهبدا بقى ان انا اهندل البرودكت عندي. طيب انا ههندل البرودكت عندي فين؟ مش المفروض يكون في حاجه element يحمل قيمه البرودكت ده، صح؟ لو هنا جيت في صفحه البرودكت details.html هلاقي ان انا هنا عندي element ul مديله كلاس details list. الديتيلز ليست ده هو اللي هيشيل الايه، الاليمنت او البرودكت اللي انا بهندله هنا عندي فين، في صفحه البرودكت ديتيلز. هبدا ان انا اختاره، اعمل له سيلكتور let app بتساوي document دوت query selector، وبعد كده دوت details list. هنا اقول له ادي الاب دوت inner html بتساوي، ومفروض هنا هبعت له ايه ال HTML اللي انا عايز اظهرها هنا، او الاليمنت بعد ما انا مهندله هنا. طيب المفروض هنا هديستراكت، هعمل ديستراكشر ده ID وتايتل، دي تايتل والايمج والبرايس والكاتيجوري بالشكل ده بتساوي برودكت. طيب جميل. طيب محتاج بقى ان انا اهندل البرودكت ده ك HTML عشان خاطر يبدا ان هو يتعرض كمعلومات كامله للبرودكت بتاعي. فانا كده كده اصلا واخد ال HTML ده كده كوبي بيست، فهبدا ان انا اظهره بالشكل ده، وفعلا ظهر في صفحه الديتيلز برودكت كمعلومات كامله للبرودكت بتاعي. محتاج بعد كده ان انا عايز اعمل نفس العمليات اللي انا كنت بعملها في الشوبنج كارد او حتى في صفحه الهوم بيج بتاعت كل برودكت، اللي هي ايه العمليات دي، اللي هي بتاعت الانكريمنت والديكريمنت
وحتى تخزينك للبرودكت، البيانات بتاعت البرودكت دي في اللوكال ستورج. الحاجات الفانكشنز اللي كانت مسؤوله عن الكلام ده عايز اخليها برضو في صفحه البرودكت ديتيلز، لان انا في صفحه البرودكت ديتيلز عايز اعمل نفس العمليات اللي انا كنت بعملها على كل برودكت، اللي انا عايز اعمل انكريمنت والديكريمنت، وعايز حتى برضو اعمل اد تو كارد، وهكذا. هعمل الكلام ده ازاي؟ فبكل بساطه هاجي في الفايل بتاع الفيتش ديش، انا مش هكتب اي حاجه. يعني بص، انا مش هعمل الكلام ده كده تاني من اول وجديد، لا انا هستدعي بس الفانكشنز. هبدا ان انا اخد العمليات اللي هي بتاعت الايفنتس دي الاول كوبي، وهبدا ان انا احطها هنا في الهاندل برودكت ديتيلز كده بالشكل ده. وهبدا ان انا بس اغير هنا من الاليمنت هنا للاب اللي هو بيحمل الاب نفسه اللي هو بيحمل البرودكت. وهبدا ان انا امسك بقى حاجه حاجه في الاد تو كارد. الاد تو كارد محتاجه مني اول حاجه الاتريبيوت اللي هو بتاع داتا اي دي، عشان خاطر يبدا ان هو ياخد الاي دي بتاع كل برودكت عندي. ادي الاي دي. طيب بعد كده تاني حاجه يا باشا، محتاج الويش ليست. الويش ليست دي كان فيها ايه؟ كان فيها الاري اللي هي فيها الداتا بتاعت كل البرودكت عندي. طب هجيبها منين؟ قال لك طب ما تاخدها من الفانكشن دي. طب ماشي، عشان خاطر اخدها من الفانكشن دي الفانكشن دي ليها سكوب خاص بيها. انا ما ينفعش ان انا اخد حاجه من جوه السكوب ده، لازم اعرف متغير كده بره زي ما اتفقنا يكون جلوبال. اسمه ايه؟ اسمه ويش ليست. والويش ليست ده هبدا ان انا ابديت القيمه بتاعته من جوه الفانكشن. هبدا ان انا اديله البرودكتس. فلما يتقرأ هنا عندي في الايفنت، لما اجي اعمل ايفنت على الباتون اد تو كارد هيكون شايف الاري. خلاص كده. وهبدا ان انا اكول الفانكشن اللي هي بتاعت سيف برودكت ان لوكال ستورج، اللي هي بتخزن الحاجه في اللوكال ستورج. ونفس الكلام في الكرييت مانجمنت اللي هي بتمنع التكرار بتاع البرودكت. ونفس الكلام في التشينج كوانتيتي اللي هي كانت بتظهر قيمه الكوانتيتي. ونفس الكلام في الكارت كاونت. الكارت كاونت اللي هو لما بتيجي تدوس على الاد تو كارت كان بيعرض لك الكاونت، عدد العناصر اللي بتتخزن فين في اللوكال ستورج. طيب جميل. وهنا برضو هقول برضو الفانكشن بتاعت الكارت كاونت برضو هنا. هبدا بس ان انا اغير المسار، هنا هتبقى دوت جي اس، وهنا دوت جي اس. وهنا برضو نفس الكلام دوت جي اس، وهنا دوت جي اس. هنا بس هنا ايه؟ ادي ايه بالشكل ده. بعد كده هنزل بقى تحت، هلاقي ان انا عندي برضو زرار الانكريمنت. محتاج برضو مني ان انا اكل الفانكشن اللي هي اسمها الانكريمنت، ومحتاج مني برضو اتريبيوت اسمه داتا اي دي، وبرضو بياخد قيمة الاي دي. فهاخد نفس الكلام ده هنا كده كوبي كوبي، احطه هنا برضو في الانكريمنت. وبرضو اكيد انا محتاجها فين؟ في الديكريمنت. فهاخد نفس الكلام ده برضو كده كوبي بيست، وهبدا برضو ان انا اعمل كل للفانكشن اللي هي اسمها ديكريمنت بالشكل ده. طيب جميل. بعد كده هنا عندي اللي تشينج كوانتيتي برضو محتاجه مني اتريبيوت اسمه داتا اي دي بالشكل ده، اللي هي بتاعه الباراجراف اللي هو مديله اي دي كوانتيتي بالشكل ده. طيب ولو جيت رحت في الفيتش ديشز هلاقي ان المتغير ده انا مديله كلاس اسمه كوانتيتي اي دي، عشان خاطر يبدا ان هو يجيب لي الاي دي او الكوانتيتي نفسه بتاع ايه؟ بتاع كل برودكت عندي بالشكل ده. اعمل سيف. تعالى كده نشوف. وهنا الديكريمنت تمام. هنا بس في حاجه في الاستدعاء بتاع الديكريمنت. هنا الديكريمنت المفروض المسار يكون صح دوت جي اس. ادي ديكريمنت، وادي هنا الانكريمنت دوت جي اس بالشكل ده. طيب تعالى كده نشوف. لو حبيت ان انا اعمل انكريمنت او ديكريمنت شغاله، حبيت ان انا ادوس على الاد تو كارد فعلا شغاله. بس هنا اللي تشينج كوانتيتي هنا فيها حاجه غلط. تمام، خلينا كده نبدا ان احنا نعمل اد تو كارد في حاجه تانية. ندوس على الاد تو كارد هنا فعلا اللي تشينج كوانتيتي. تشينج ايه؟ تعالى كده نشوف هل كده فعلا كل حاجه شغاله ولا لا. لو عملت انكريمنت فعلا شغال، ديكريمنت شغال، الاد تو كارد فعلا شغال. لو رحت للصفحه الرئيسيه
هلاقي ان انا برضو كل حاجه شغاله وتمام. لو رحت لي برودكت مختلف، حبيت ان انا ادوس على الاد تو كارد، فعلا قيمه الكوانتيتي بتتغير، وهنا برضو الكارت كاونت برضو بيتغير. بس وهو ده بكل بساطه فكره البرودكت ديتيلز. والسلام عليكم.